الفيديو ده لغير المتخصصين عشان يعرفوا يعني ايه الداتا سنتر. تخيل ان في يوم من الايام فيسبوك، جيميل، يوتيوب، بعض خدمات مايكروسوفت وقعوا. تفتكر السبب ممكن يكون ايه؟ خلل في مكان ممكن تكون ما تعرفش انه موجود اصلا. النهارده هفهمك ببساطه بدون اي مصطلحات معقده ايه هي الداتا سنتر، وازاي مكان واحد موجود في مكان ما في العالم ممكن يعطل ملايين الاشخاص وحتى شركات ملياريه. خليني اقولها لك بشكل بسيط. الداتا سنتر هو قلب التكنولوجيا، هو المكان اللي كل حاجة رقمية بتحصل فيه. الصور اللي بتتبعت، الفلوس اللي بتتحول، فيديوهات اليوتيوب، المواقع اللي بتفتحها، الخدمات الحكومية، والأهم من ده كله اللي قالب العالم حاليا ل AI، الذكاء الاصطناعي. كل ده بيشتغل جوه مباني ضخمة فيها أجهزة، أنظمة طاقة، تبريد، حماية وأمان. اعتبرها مدينة كاملة شغالة 24/7، علشان لو حاجة بسيطة في المبنى ده وقفت الخدمة اللي انت بتستخدمها هتقف والعالم بيتلخبط. وده عدى علينا كتير في احداث العالم كله بياخد باله منها. خلينا اديك شويه امثله من اللي حصل فعلا. جوجل مثلا، خلل بسيط في الداتا سنتر بتاعت جوجل خلى يوتيوب وجيميل يقعوا عالميا، ملايين المستخدمين اتاثروا، وده كان ساعتها درس للعالم كله. كلاود فلير، خطا اعدادات في احد مراكز البيانات ونتيجته مواقع ضخمه زي ديسكورد، شيبوفاي وقفت فجاه. مايكروسوفت اجور، مشكله في الطاقه في الداتا سنتر غير متوقعه عطلت خدمات مايكروسوفت في انحاء كتيره من العالم. ويند ستريم، غرفة كهرباء في مركز البيانات بتاعتهم اشتعلت، اتصالات كاملة اتعطلت لساعات. فيسبوك حصل برضو مشكلة عندهم في الداتا سنتر وسمعت معانا كلنا. برضو من كام اسبوع كان في مشكلة حصلت في الداتا سنتر بتاعت الكلاود بتاع امازون وسمعت مع شركات كتير جدا. اللي فاهم المجال ده هيعرف ان كل مشكلة من دول وراها مشاكل هندسية مرعبة. ولازم تبقى فاهم حاجة مهمة، كل الكلام عن المستقبل، شات جي بي تي، الاي اي، الكلاود، الروبوتات، التحول الرقمي، ولا حاجة من دول تقدر تشتغل بدون داتا سنتر. ال AI بيحتاج قدرة معالجة هائلة، طاقة ضخمة، تبريد مستمر، security، redundancy، بنية تحتية بتشتغل من غير ما تغمض عينيها. يعني ببساطة مفيش تطور ولا مستقبل من غير داتا سنتر قوية. واللي بيشتغلوا في المجال ده مش مجرد مهندسين اي تي ولا مختصين صيانة وتشغيل وخلاص. في المجال ده كل شخص شغال فيه بيحافظ على استقرار التكنولوجيا، بيأمن البيانات، بيتأكد ان الخدمات ما تقعش، وبيشتغل عشان العالم يفضل شغال والتكنولوجيا اللي كلنا لامسينها دي تفضل مستمرة. احنا ناس بتخدم التطور نفسه. لو استخدمت موبايلك النهارده اعرف ان كان في داتا سنتر شغال عشانك. ولو انت متخصص في المجال ده شارك الفيديو عشان الناس تعرف احنا شغالين في ايه، قد ايه دورنا مهم في مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.